حبايه في الارض بكام وبتوصل بالنسبه تتباع لنا احنا بكام؟ بالنسبه لنا احنا واقفه لينا ب 2 جنيه، المحل يبيعه ب 200 جنيه بالسريح. على اسعار التين الشوكه حاليا امم ماشيه 170 180، امم ماشيه 150. القفص. ممكن في 120 امم على حسب حجم التينه، وعلى حسب التينه. في تينه شغالينها بدري شويه بيبقى اخر وش بيبقى سعرها قليل. في التينه زي ديت لسه بشاير شغال فيها ثالث يوم النهارده، امم بيبقى سعرها عالي شويه 180 170. اول بس ما بدأنا بس الموسم كان سعر القفص كام؟ ابتدى الموسم سعر القفص كان من 400 جنيه. 400 جنيه. 400 جنيه ليه؟ اقول اه. لحضرتك ليه؟ لان اه. مفيش كميات لسه. يعني مثلا انا واحد مثلا انا اشتغلت عشان اجمع انزل في ارض زي ديت، امم هطلع 50 قفص 40 قفص. في ناس امم لسه ما اشتغلش، ففي الكميه لسه خفيفه. كانت قليله. زي اي سلعه كده لسه بتبقى نادره لسه في اولها، امم بتبقى غاليه. امم فبعد كده بينزل تدريج بقى من 400 ل 370 350 20 في سمعنا النازل. كمان انه عند البعض نزل ل 120 جنيه، الكلام ده صحيح؟ ايوه في 120 جنيه دلوقتي. امم 120 جنيه يمكن ليه؟ لان الحبايه الصغيره. ابو 120 جنيه ده كان بينباع ب 350، لانه امم في اخر وش في الارض بيبقى مثلا ايه، حبايه مثلا ايه، حبايه مثلا زي دي. زي اللي هناك. زي اللي هناك دي صغيره كده بيبقى اخر وش في الارض. لكن امم بالنسبه كبير اللي زي كده. للكبير اللي زي ده كله لسه بشاير. امم تمام. يعني لسه بشاير الزرعه. لسه بشاير دي ثالث يوم. امم تمام. وحبايه ماسكه نفسها، غير مثلا اللي هو مستوي قبل كده امم تلاقيه مسلوق كده. لو هو بيقشر الحبايه طلع الصباع مفرول خالص. الفرق كله على حسب الاكيل. في سريح مثلا على حسب المنطقه اللي هو بيسرح فيها، زي امم الدق المهندسين الشيخ زايد، هو بيحب كده. زي الناس اللي هم العاليه شويه هم امم بيحبوا المناظر على المعنى اصح يعني. اللي هي تمام. الفراوله. بس يعني صباع فراوله زي ده، امم وفي فراوله تانية على حسب تربه الارض. يعني امم تربه الارض والري البحاري وده امم كله، تلاقي الكوز مسكر وليه طعم تاني زي ما حضرتك شايفه. هو بيوجه اسمه توجيه كده، بيوجه القفص بيظبطه. امم تمام. لو في قفص حضرتك، لو في تينه زي ديت انا بفرزها من القفص عشان امم القفص يطلع ايه حلو كده من فوق من تحت. واللي بيفرزه ده احنا بنطلعه مثلا ممكن العربيه بتحمل مثلا 150 امم 200 على حسب الكميه اللي بتطلع. ممكن يطلع خمس اربع تنفاس من دي. امم احنا بنهديها مثلا للسريع، ما امم ناخدش حسابها. تمام. دي مش بتاخدوا حسابها دي؟ لا دي مش باخد بتكون هديه. دي هديه بقى على السريع. مثلا السريع اللي هو القفص ده. بيفضي 10 اقفاص، بيفضي 20 قفص بيثبت في العربيه. احنا امم بنزوده ايه، طيب احنا من عندنا. القفص يشيل كام كيلو تقريبا؟ القفص بيشيل من 10 ل 11 كيلو، بيصدر من 10 6 في امم مواعيده. امم من 10 6 طبعا. بس هو ما ياخدش اللون ده بتاع التصدير، ما ما ياخدش اللون ياخدش ده. انهي لون؟ هو بياخد لا اي لون قدامك ده ما ياخدوش. المستوي هو ما ياخدوش. هو بياخد مثلا حاجه مثلا ايه زي دي، اقل حاجه زي دي. لونه يكون اخضر. بس ايه ما يتقطفش كده. يعني حضرتك انت شايفه دي مثلا مفتوحه من تحت، لا امم التصدير ما ياخدهاش كده. بيبقى امم ليه متخصص بعرف العمال بالدبوس، حاجه اسمها امم بالدبوس، بيبقى مقفول من تحت امم عشان لما يوصل لبلاد بره اوروبا، ليبيا، السعوديه، بيتصدر قلت على لنا حسب. من 10 6 لامتى؟ من 10 6 لحد ما التين يستوي هو بيوقف نفسه، ممكن لحد 10 7. حبايه في الارض بكام وبتوصل بالنسبه تتباع لنا احنا بكام؟ بالنسبه لنا احنا واقفه لينا ب 2 جنيه. ب 2 جنيه. 2 جنيه لينا احنا. اه. تمام. على حسب ايه يعني. حضرتك مثلا القفص ب 170 في 85 كوز. امم ماشي. يعني طالما في احجام زي كده بيدي 85 و80 كوز. لو امم في احجام بقى حضرتك يعني ايه زي دي صغيره، ممكن يزيد مع شويه على حسب ايه الحبايه في القفص. احنا امم بنسلمه مثلا المحل يبيعه ب 200 جنيه بالسريح. امم المحل في محل بياخد 30 جنيه عموله على القفص، تمام. وفي محل ياخد عموله 20 جنيه. ده امم على حسابنا احنا، والاقفاص دي بتاعتنا احنا. في ناس مثلا بتشتغل بالقفص امم يطلع الانتاج بتاعه. تمام. امم وفي يوميه مثلا رجاله ثابته زي اللي معايا دولت مثلا يوميه 300 جنيه، امم بيطلع 50 قفص. امم طلع زياده انا بحاسبه على الزياده، بس هو اه ليه المتخصص بتاعه 50 قفص. 50 بس انا قفص لو لوحده، كل لو واحد عايز هيعمل 50 قفص. لو عايز زياده، العامل بتاعي اللي هو الاساسي هو ما بيقوليش لا ما فيش زيادات، لا هو عارف انا بعمل ايه، امم بزوده بسجله عندي ان هو طلبه زياده. امم يعني مثلا اربع عمال عندي المفروض يطلعوا 200، امم طلعت انا 300، هم مكتوبين عندي طلعوا 300، باجي في حساباتهم انه في 100 زياده بروح محاسبهم عليه. في مثلا عامل لو طياري كده انا مزنوق في عمال مثلا بزياده، وجبت عمال من بره يقول لي قفص، هو جاي يوم طياري امم ممكن يقول لي ب 8 جنيه، ممكن يقول لي ب 10 جنيه عادي، بس انا عشان انا مضطر ليه.